السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في القناه. واذا كانت هذه اول زياره لك القناه فما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يبقى يوصلك دائما الجديد. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الدواز اتاي اللي كيجي تقريبا في المنظر بحال حلوه ديال اللوز، يعني المشوكه ديال اللوز المعروفه. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده مارغرين، كاس ديال السنيده العبار دائما بكاس العنبه، قبيصه الملحه، وواحد الساشيه ديال الفاني. غادا نخدم هاد الزبده مزيان مع السنيده والفاني، وغادا نضيف كاس معامرش ديال الزيت، يعني كاس معامرش ديال الزيت. هنا عطيتكم مقادير والطريقه في نفس الوقت، وغنخلي لكم مقادير مضبوطين في صندوق الوصف. هنا ضفت هذاك كاس معامرش ديال الزيت وغادا نمعك مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي متجانس. هنا ضروري الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. الا كنتو غنديروا لابريري او الزبده ديال العبار، ففي رابعه ديال الزبده غادي نديروا نص كاس فقط ديال الزيت. غنمعك هنا مزيان هذيك الزبده مع السنيده والزيت حتى كيولوا ليا كريمه. ثم غنضيف واحد بيضه كامله وصفار بيضه، والابيض غنحتفظ به للتزيين. هنايا ضفت صفار بيضه وبيضه كامله، والبياض نحتفظ به عفوا للتزيين. هنا غادا نمعك مزيان. ضروري دواز اتاي كنخدموا هاد المكونات هما الاولين مزيان حتى كيولي ليا الخليط بحال الكريمه. هاد المرحله مهمه باش يجينا دواز اتاي خفيف. هنايا تقدروا تضيفوا نص كاس ديال النشا، انا ما عنديش فما ضفتوش. هنا غنضيف 2 معالق كبار ديال الليمون معسل اللي قطعته رقيق، ونضيف تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الروح ديال البرتقال. صراحه كتجي زوينه بهاد المذاق ديال البرتقال. هنا ضفت تقريبا واحد نص كاس ديال البودره ديال اللوز، يعني خديت هذاك اللوز كونكاسي وغربلته، هذيك البودره اللي بقات ليا منه ضفتها للخليط ديال عفوا الخليط اللي عندي. كيعطيها واحد المذاق زوين، يعني كتجي بحال اللي كامله لوز. هنايا غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وهذيك الساشيه ديال الخميره ديال الحلوى صافي. وغدا نخلط مزيان حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. يعني البنات تبقاو تضيفوا في الدقيق غير بشويه بشويه باش ما يغلبكمش وتجيكم الخليط يجيكم قاصح، فالحلوى ما غتجيكمش زوينه. فالحلوى ديال دوازاتي دائما كتبقى طريه. صراحه البنات كتجي زوينه هاد الحلوى، وكتجي يعني فيها هذاك مقرمشه من على برا، ومن الداخل كتجي فيها هذيك التعليكه ديال قشور البرتقال اللي ضفنا. كتجي واحد التعليكه زوينه، واحد المذاق زوين ديال هذاك قشور البرتقال مع النكهه. فهنايا العجينه كيف ما كتلاحظوا خاصها تبقى رطبه. هنايا عندي هاد السوغيز في الحمر، وعندي اللوز كونكاسي، يعني راه ما محمراهش، راه خضر، يعني غير صهدته شويه في الفران باش كتحيد منه ديك الرطوبه صافي. وعندي البيضه اللي خليت من الصفار ضفته للخليط، والبياض احتفظت به كيف ما قلت لكم للتزيين. هنايا الكرات غادا ندير كل كره تقريبا فيها 13 غرام حتى 14 غرام، ما تفوتوهاش. يعني 13 غرام راه كتجي هي هذيك. انا هنا درت غير عيني ميزاني، ولكن راه عبرت لكم شحال فيها. يعني فيها 13 غرام اللي درت انا في هاد الكرات صافي. غدا ندير واحد الكميه من هاد الكرات، من بعد عاد باش ندوزها في بياض البيض وندوزها في اللوز كونكاسي. هنا الطاوه راني دهنتها بالزيت، تقدروا تفرشوا بابي كويسون. الفران راني شعلته باش يسخن، ضروري كنشعلوا الفران يسخن. هنايا غندوز ندير الكرات ديالي في بياض البيض ثم في اللوز كونكاسي على هذا الشكل.
صافي هنا من بعد ما دوزت الكرات في بياض البيض، عاد باش ندوزهم في اللوز كونكاسي، يعني ماشي ندير بياض البيض ونبقى ندير في اللوز كونكاسي ونعاود ندير في بياض البيض، يعني باش تجينا الخدمه نقيه ومفينيه. هنايا غنفند هاد الكرات في اللوز وغنحطهم كيف ما هما، يعني ما نبسطهم ما والو، يعني كي كنكورها كنحطها في الطاوه. راه الفيديو موضح لكم كل شيء. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، غادا ندوز نقطع هذاك السوغيز على جوج، ونغطسها شويه في بياض البيض ونحطها فوق من الحلوى، يعني غير كنورك عليها فوق من الحلوى غير شويه، يعني باش ما تبسطش ليا الحلوى بزاف. صافي وكندي ضروري ندوزها في بياض البيض باش ما تطيحش لينا هذيك السوغيزه، تبقى ثابته فوق من الحلوى على هذا الشكل. تقدروا ديروا السوغيز في الخضر، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا من بعد ما غنكمل الطاوه ديالي غادا ندخلها للفران، العافيه من التحت، العافيه تكون متوسطه حتى كتبدا يذهب ليها اللون ديالها من التحت، ونهبطها لتحت تكمل الطياب ديالها، يعني تذهب ليها اللون ديالها من الفوق. صافي ونخرجها. يعني هنا من بعد ما طابت كيف ما كتلاحظوا، تقدروا تدهنوها بالناباج، انا خليتها غير هكاك. كيبقى لكم الاختيار، ها نتوما كيفاش كيجي، كتجي لون موحد، كتجي اللون ديالها مذهب وزوينه. البنات نتمنى تجربوها. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لي لايك والتعليقات الزوينه اللي كتشجعني دائما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم باذن الله.